يا شانونتي، قناة لكل الأسرة. متابعيني الحلوين بزيادة قوي، السلام عليكم. النهاردة شعنانتي جايبه لكم موضوع بيحصل في كل بيت بين زوجين، اللي هو ايه بقى؟ الملل في الجواز. بين كل فترة والتانية كده تلاقي الزوج او الزوجة صابهم حالة غريبة جدا من الملل. ده مش بيبقى قلة حب على فكرة للطرف التاني ولا زهق منه، لا لا لا، مش كده ابدا. ده بيبقى نوع من انواع الزهق من الحياة وضغوطها اللي مش بتسيبنا في حالنا. فجأة تلاقي الدنيا قد خرم الإبرة في وشك، مش عارفين نعمل حاجة بنفس، مش عارفين نتقبل أي حاجة حوالينا، متنرفزين من أقل حاجة، متوترين على طول، دماغنا مشلولة عن التفكير. يا لهوي بقى لو في أطفال، زعيق وصريخ في وشهم بسبب وبدون سبب. هما يسكتوا؟ لأ طبعا، عياطهم شغال، صريخهم يشتغل، غلطاتهم تكتر، وانت أو انتي تبدأوا تهيجوا أكتر وأكتر. طب والحل؟ لازم وقفة وبسرعة، عشان لما بتستمر على الوضع ده يا بتقلب معاك يا باكتئاب، يا إما بتتسبب في مشكلة أكبر وأكبر من الزهق من غير ما بتحس. طب تعمل إيه؟ لو الحالة دي صابت طرف واحد من الطرفين، الطرف التاني بيبقى عليه مسؤولية كبيرة جدا إنه يشيل الحالة دي. أولا، بلاش تزود الحالة عند الطرف الزهقان بجمل يعني غريبة كده، اللي هو ما أنا زيك أو أنا زيك، انت كل شوية زهقان ومخنوق، او انت كل شوية زهقانة ومخنوقة. طب ما الناس كلها كده، طب اعمل لك ايه يعني، او اعمل لك ايه يعني، باسلوب يزود خنقة اللي قدامك. لا، هو من ناحية العمل هو في عمل، اللي هم ايه بقى؟ اولا، كلمتين حلوين كده جمال والله بيبقى ليهم مفعول السحر، بيخففوا كتير جدا. ثانيا، جو حلو كده هيخفف كتير، ان شاء الله ايس كريم وترمس ولب قدام فيلم حلو كتجديد مود. ثالثا، وارد ان الطرف الزهقان يبقى عايز يختلي نفسه، وعادي جدا يطلب الطلب ده، عايز اقعد لوحدي شوية، والطرف التاني المفروض يتقبله عادي جدا. بس مش معنى كده ان اسيب الزهقان ده يخلي اللي لوحده، لا، حبة كده يفك بس مع نفسه شوية وشقر عليه. رابعا بقى، لو في اطفال خدهم وانزل وسيبها لوحدها شوية، ان شاء الله ترقص على فرتكة فرتكة. لو عايزة تنزل هي، سيبها تنزل شوية مع نفسها، تتهوى وترجع أحسن كده، وكون في استقبالها بضحكة حلوة كده وفرح ومرح وزليطة ومليطة، يعني ايه، ظبطها. انت كمان لو هو اللي زهقان، خدي أطفالك وانزلي سيبيه يتهوى شوية مع نفسه في البيت. سيبيه هو لو عايز ينزل لوحده أو يخرج مع أصحابه، عادي جدا، حقه. أهم حاجة إن الطرفين يشاركوا بعض في اللحظات دي، عشان ما تقلبش لا قدر الله مشكلة بسبب الضغط اللي بيبقى الواحد فيه من غير ما يحس. طب لو الطرفين مع بعض عندهم الحالة دي، وارد جدا يولعوا في بعض. لا 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 لا، ابسولوتلي يا مدام تيحاء، مش كده خالص. طب يعملوا ايه؟ لو عرفوا قدروا يخرجوا بعض من المود ده بكلمتين حلوين لبعض، جو رومانسي حلو كده، تجديد مود، يخرجوا سوا يحكوا سوا، يبقى تمام التمام. لو مش قادرين، يبقى كل واحد ياخد فترة نقاهة شوية مع نفسه. هي مثلا تروح عند أهلها تفك معاهم كده شوية، هو كمان يفك مع أهله مثلا شوية، يرجعوا فرفوشين حبوبين كده. بس بلاش تحاولوا تضغطوا على نفسكم وتتكلموا وانتوا مش قادرين تماما، مش هتستحملوا، وردود الفعل كمان هتزود الحالة وتخلي كل واحد يشيل من التاني كمان وكمان. في حاجة كمان حلوة قوي، لو كل واحد نزل جاب حاجة رمزية للطرف التاني، بلاش بقى أكل وشرب وحد أبوكوا، يعني مش كله على بطننا على بطننا، هنطرشق والله. لا، حاجة شخصية كده بعيد عن الروتينيات بقى. أكيد كل واحد فينا في دماغه بقى إبداعات يقدر يعمل بيها مود حلو وجو أحلى وأحلى. المهم نخرج بعض من المود الوحش ده، ونبقى مهتمين ببعض في الوحش قبل الحلو، عشان طبعا المركب تمشي
ونستحمل الحياة من غير أي مشاكل لا قدر الله. مش شرط يبقى بين زوجين يا جماعة، لا ممكن يبقوا مخطوبين أو مرتبطين، أو واحد مع أهله أو واحدة مع أهلها أو حتى مع أصحابهم، مع اختلاف طبعا فك حالات المنيلة في 60 نيلة طبعا في الحالة دي. أنا حددت الزوجين عشان دول بيبقوا أكتر شخصيتين بيبقى حياتهم فيها نسبة من الروتين عالية جدا، بتسبب من نوع الزهق ده. يا رب يبقى الموضوع عجبكم، وهستنى تقولوا لي كل واحد بيعمل ايه لو جات له الحالة دي، وقولوا لي اقتراحاتكم في التعليقات عشان الكل يستفيد بقى. واستنوني في اللي جاي، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب لشانونتي عشان ايه؟ ايوه كده برافو، عشان ما تزعلش. السلام عليكم. احكي يا شانوتي، قناة لكل الأسرة.